الايمن يطلع رمي التماس، لعبت الكره بسرعه، شيكابالا هيسدد، شيكابالا مش ممكن. يا ايه انت ايه طارق مجدي اول اهداف اللقاء. هنشوف طارق مجدي اول اهداف اللقاء لستانلي هدف اول طارق مجدي في الدقيقه 23. حكم اللقاء فرحة هنا طبعا شيكابالا ايمن حفني، ولا هنشوف ستانلي هتتعاد مرة تانية. اول اهداف نادي الزمالك، الراجل طبعا هنا شيكابالا كان لوحده تماما في غفلة من خط ظهر النصر للتعدين في الدقيقة 23. اول اهداف اللقاء. بيتكلم هنا حكم اللقاء مع مصطفى عبد الستار، هنا الراجل لوحده تماما وعملها حلوة، لكن ايمن حفني هل بقى هنا ستانلي كان في موقف تسلل استفاد من الكرة. طبعا قلت لحضراتكم الحالات التحكيميه يتكلم فيها نجومنا في الاستوديو التحليلي، ما لمسهاش ستانلي، لكن طبعا الحارس تحس كده ان هو مسك يعني رجل ستانلي، لكن عرضيه شيكابالا ولعبها ايمن حفني عشان يتقدم نادي الزمالك بهدف اول في الدقيقه 23. ادي حفني استلم بقى دلوقتي بدون ضغط، حفني البينيه لستانلي لو لمس هوبا ضربة جزاء بكل روح رياضيه جميله كده بيديها لستانلي، حاجه طبعا معنويه حلوه جدا من اللعيبه والروح الجميله اللي موجوده مع بعض. هو الراجل عايز يرفع من روحه المعنويه والراجل يجيب جول ستانلي. شفناه الهدف الرائع في مباراه الوداد، الهدف الثاني لنادي الزمالك كانت اتعملت ستانلي ومصطفى عبد الستار. مش ممكن يا جماعه، مش ممكن بقى، ده اسمه كلام. ضربة الجزاء الثانية يعني في اقل من 27 دقيقة بيضيع ضربة جزاء ستانلي للمرة الثانية. نادي الزمالك النتيجة 1-0 للزمالك بهدف ايمن حفني، لكن حطها ضعيفة جدا وراح لها مصطفى عبد الستار، ضعيفة جدا من ستانلي. الراجل هنا كمان ده وقعت من ايده وكان ممكن يعمل ضربة جزاء تانية لو هنا خد رجل ستانلي، لكن كمل فيها ستانلي والله عشان يلحقها. لكن ضربة جزاء تانية، ضربتين جزاء في الشوط الاول.